السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا جماعة النهاردة يوم مش عادي. النهاردة هنحضر التورتة بتاع الحفلة بتاع ظهور عيلتي كلها. طبعا جوزي واولادي كلهم زي ما انتوا كنتوا بتتمنوا تشوفوا علا، مش هتشوفوا بس علا، ده هتشوفوا بقية ولادي وكمان هتشوفوا جوزي. طبعا كل ده في اليوتيوب، كلكم تعملوا اشتراك ويلا بينا نعمل احلى تورته وافخم تورته والذ تورته. ويلا بينا. ويا ترى التورته بتاع الحفله وبتاع ظهور ولادي وجوزي هتبقى عامله ازاي؟ يلا بينا نبدا التورته ونعمل احلى تورته. بس حطوا لايكات كتير واضغط على كلمه الاشتراك. يلا بينا هنعمل احلى تورته والذ تورته زي بتاع المحلات بالظبط، مفيش اي فرق ما بينها وما بين اللي انا عاملها دي. طبعا بثلاث مكونات بس. ازاي؟ هما دولت الثلاث مكونات، والسر في الثلاث مكونات اللي هيتعمل بيهم التورته هشه ولذيذه وخفيفه وطعمها تحفه. بصي هتتباهي بيها قدام الناس كلها. معانا كيلو دقيق اسبونج فانيليا، او عايزه تعمليها تورته هتجيبي دقيق اسبونج شوكولاته. انا جبت كيلو دقيق اسبونج فانيليا من عند العطار، معايا 12 بيضه. طبعا لو هتعملي نص المقدار اللي هو نص كيلو هتاخدي بس 6 بيضات. طبعا انا جايبه كيلو يبقى هياخد 12 بيضه. ومعانا كوبايه ميه بس. اللي عايز يعمل نص المقادير يعمل. مش هتحط فانيليا، مش هتحط بيكنج باودر، مش هتحط خل وعصره ليمونه والافتكاسات اللي انتوا عمالين تعملوها دي. هي دي الطريقه، وانا بقول لكم اعملوا الطريقه دي وعن ثقه. طبعا بحبكم كتير. هنعمل احلى تورته. يلا بينا نعمل التورته ونشوفها هتبقى عامله ازاي. كله هيبقى قدامكم الفيديو ده. يلا بينا، بس شجعونا بلايكات كتير واشتراك. طبعا معايا حاجه واسعه عشان بسم الله ما شاء الله انا هعمل كميه كبيره. طبعا انتوا لو هتعملوا نص كيلو او نص المقدار هتعملوا بوله على قدكم. تمام. هنزل بكيلو دقيق اسبونج فانيليا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفض البوله كده وهنزل بال 12 بيضه بتوعي. هنزل كمان بتالت مقدار اللي هي كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نزلنا الثلاث مقادير بتوعنا هنبتدي نشغل المضرب على درجه واطيه هاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نقلب بس كده عشان ما تطرش في وشنا، وبعدين نشغل المضرب اهو لمده ربع ساعه. ربع ساعه، وكل 5 دقايق هنريح المضرب بتاعنا عشان ما يسخنش. كل 5 دقايق نريح المضرب بتاعنا. يلا بينا نضربها لمده ربع ساعه لحد ما نلاقيها كده قوامها فول معايا وبقت قوامها متضاعف. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ طبعا انا خلصت ضرب اهوت لمده ربع ساعه. طبعا القوام الاول كان اول حاجه كان خفيف ولونه اصفر، دلوقتي بقى ابيض عامل زي القشطه واتضاعف الحجم بتاعه، ضاعف جدا. شويه كريمه، شويه لوز، حاجه كده تفتح النفس. يلا بينا. طبعا القوام حلو قوي. بص القوام عامل ازاي، ان شاء الله الله اكبر. كريمه طبعا مضروبه صح. اخدت ربع ساعه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا بتاع الفرن ونبتدي نفضي الخليط بتاع التورته ده، نفضيه في الصينيه. يلا بينا. طبعا جبت اكبر صينيه عندي وفرشتها ورق زبده، حطيت الجوانب كمان ورق زبده اهوت. طبعا ورق زبده يا جماعه انتوا بتبقوا دهنينه زيت، اي ماده دهنيه. تمام. هنفضي بقى الخليط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مشغله ضوء الفرن لمده ربع ساعه. اول ما جيت اضرب الخليط شغلت الفرن على طول، يعني الفرن بتاعي سخن وزي الفل. طبعا درجه حراره متوسطه. تمام. التورته بتقعد من ساعه الا ربع لساعه الا تلت بالكتير. تمام. وبتطفي على الفرن، ولو عايزه تسيبيها في الفرن اطفي على الفرن وسيبيها خالص لحد ما تهدى في قلب الفرن، او طلعيها على شبكه. تمام. يلا بينا نظبط التورته بتاعتنا وندخلها الفرن. طبعا يا جماعه حطيت الخليط بتاعي في الصينيه اهو. هنخبطها بس تخبطين بسيطه اهو. طبعا هي عامله زي الكريمه خالص. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا ندخلها الفرن. شوفها لما تطلع الفرن تبقى عامله ازاي. انا متاكده انها تطلع تحفه. يلا بينا. وكده بعد ما طلعت من الفرن وقعدت يوم كامل هديت خالص، كنت حطاها في التلاجة. يلا بينا نقطع التورته ونشوف هنزينها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سهله جدا يا جماعه
خروجها من الصينيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نبتدي نشيل الورق كده اهو، نشيل الورق كده اهو بالشكل ده سهل جدا. وبعدين نبتدي نقلبها ونشيل الورقه من الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ما شاء الله، الله اكبر. مش محتاجه يتشال منها قشره ولا يتشال منها حاجه، بسكوته حته جلاشه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ طب والله العظيم استاهل لايكات كتير، كله يحط لايكات. يلا بينا بقى نزين التورته ونشوف هنزينها ازاي. طبعا عشان نعمل الكريمه معانا كوبايتين كريم شانتيه بدون سكر، هنحط قدهم كوبايتين ميه، على كل كوبايه عليها كوبايه ميه. ادي واحد، ادي اتنين. ما نكترش عن كده. تمام. هناخد كوبايه سكر، ولو عايزينها محليه عن كده او مسكره عن كده هتاخدوا كوبايه ونص سكر. ادي كوبايه سكر، ادي كوبايه الكريمه، كوبايه مليانه اهي. بسم الله ما شاء الله. كل ده ينضرب بقى، هنعمل احلى كريم شانتيه هيعجبكم جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نقلب الاول عشان الكريمه ما تطيرش في وشنا، ونبتدي نشتغل. طبعا يا جماعه لازم نضرب بميه ساقعه جدا متلجه، تمام، عشان نبقى الكريمه بتاعتنا تطلع على طول. طبعا الكريمه ما شاء الله، الله اكبر. عايزين تعرفوا الكريمه بتاعتكم ناجحه ولا لا؟ ما تتساقطش من المضرب. بصوا يعني زين التورته وانتم مطمنين. بصوا كمان ما تقحش اهو، ما تقحش من البوله كده. تعرفوا الكريمه بتاعتكم 10/10. خلصنا الكريمه وحطيناها في التلاجة. هنعمل بقى دلوقتي صوص الشوكولاته، احلى صوص شوكولاته تاكلوه في حياتكم، تحطها على التورته كده حاجه حلوه قوي. طبعا معانا كوب شوكولاته اللي هو الكاكاو الخام اللي هو بدون سكر، تمام. ومعانا نص كوبايه سكر، ومعانا نص كوبايه سكر، ومعانا نص كوبايه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المقدار بتاعنا. هنجيب كوب ميه سقعانه برضو. جبت الميه هحط نصها، ولما اعوز النص التاني احتياطي معايا. ولو حابين تحطوا فيها لبن وتزودوا الدسامه بتاعتها او تعززوا الطعم بتاعها شويه، اعملوا برضو اللي انتوا عايزينه. هنقلبها برضو بالراحه عشان الكاكاو الخام ده ما يطيرش في وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نشغل. بسم الله ما شاء الله تخنت جدا. طبعا عايزين نحط النص التاني اهو، وهنبتدي نقلب. طبعا المضرب مطرح الكريم شانتيه لما كنت بعمله عادي خالص، هيعزز طعمها ويخلي طعمها برضو حلو. كده عملنا احلى والذ صوص شوكولاته هنزين بيه التورته. يلا بينا نزين التورته بتاعتنا. وبدأنا في تزيين التورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. يلا بينا نزين التورته بتاعتنا. طبعا الكريمه ما شاء الله، الله اكبر. الجو حر جدا، انا عاملاها متماسكه حلو قوي عشان ما تسيحش مني. بسم الله ما شاء الله.
شايفين الجمال والحلاوه؟ طبعا زينتها بالكريمه وغلفتها بالكريمه. يلا بينا نزوقها بالمانجا والصوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه، وهنحط عليها حاجات كتير ونشوف هنزينها ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزينها كده شريح مانجا، نقسم من النص كده. بسم الله. طبعا زي ما انتوا حابين بقى، بالمانجا بالفراوله، طبعا مفيش ولا احلى ولا اطعم من المانجا. عايزين حاجه حلوه كده تفتح النفس. نحط واحده هنا كمان. بسم الله. اهم حاجه الفينش اخر حاجه، يعني لو حاجه مننا كده حاول ننظم ونظبط الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نرص برضو مانجا حوالين الاطراف او نملاها بالمانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي نحط عليها صوص الشوكولاته. هنحط نص عليه شوكولاته ونص من غير شوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صوص الشوكولاته تحفه تحفه تحفه. انا مش عايزاه يسيل، انا قصدي ان انا اعمله تقيل كده عشان مش عايزاه يبقى سايح على التورته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي ننزله بقى من الاطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنساوي التورته بتاعتنا. ايه رايكم بقى في التورته الشوكولاته القمر دي بالمانجا؟ طبعا تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله. طبعا متقله الشوكولاته هنا، مغلفاه يعتبر شوكولاته، وهنا حاجه بسيطه قوي تبقى سيمبل خالص كده. طبعا تحفه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هنكمل التزيين بتاعها، شكلها حلو قوي قمر قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى شكل كده بالكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها قمر 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 كده. طمنا اللي هي خدت الكريمه. هنبتدي نحط بقى صغنن كده في النص عشان الكريمه بتاعتنا تكفي. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ حط واحده كمان في النص اهو. وكده خلصت احلى تورته والذ تورته بتاعه ظهور ولادي وزوجي. طبعا خلصنا التورته القمر دي. بصوا الجمال. هنشيلها كمان بكل سهوله. بصوا ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه والشقاوه والطعامه. ده حلو مسكر زي السكر. ده ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي. بصوا بكل سهوله يا جماعه. هنشيلها نحطها على الكرتونه التانيه. طبعا انا مجهزه الحاجات دي، كانت بتاع تورته قبل كده بصراحه، مش شايلاها مش شارياها يعني، مجهزاها قبل كده. هنشيلها بقى ونحطها في علبه ونحطها. انا هخلي الجماعه عندنا ولادي وزوجي يتفاجئوا اللي انا عاملاها في البيت مش شارياها. ازاي؟ يلا بينا. الكرتونه دي من عند افخم حلواني، كان جاي فيها قبل كده تورتيه كبيره تمام. ودي الكرتونه بتاع الكراتين اللي تحت التورته دي اللي جايه في التورته. بسم الله ما شاء الله. شيل الصينيه خالص. الحلاوه دي والله العظيم فنانه يا بنتي يا نوجه، والله فنانه يا بنتي يا نوجه. هنغلفها بقى ونعينها جوه الثلاجه. يوم السبت ان شاء الله هتبقى الحفله يا جماعه، كله يدخل يعمل اشتراك ومتابعه. بحبكم كتير. بص بقى نغلفها ازاي كمان. هنقفل خالص الكرتونه. طبعا هنخليهم يوم ان شاء الله الحفله ولادي وزوجي يتفاجئوا بالحاجه الحلوه دي.
هنجيب كمان الشنطه بتاعت الكرتونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. خلي بالنا ان شاء الله الكرتونه واسعه وحلوه قوي، والمقاس مظبوط 100%. اهو والله انا لو قلت لهم انا شارياه لا يقولوا لي اين شارياه. اهو اظن بقى مفيش احلى والذ واطعم واسهل واوفر من كده تورته. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا ده انا رايحه اعمل دلوقتي ظهور ولادي، هعمل الحفله كده من الحلويات. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوه؟ طب بذمتكم دي معموله في البيت؟ الجمال ده معمول في البيت؟ الحلاوه دي معموله في البيت؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحلاوه دي معموله في البيت اكني شارياها بالظبط، اكني شارياها بالظبط. مفيش احلى ولا اطعم ولا ألذ من التورته بتاعت علا بنتي واولادي وزوجي. يلا بينا بقى نغلفها تاني ونعينها في التلاجة. حط لايكات كتير واشتراك. مع السلامه.